اول بار، ودي السلسله اللي احنا بنتكلم فيها عن الرابرز من اول بار عملوه لحد اخر بار نزلوه. والنهارده معانا عفروتو. والفصل الاول البدايه. احمد محمد عبد المجيد اتولد في فبراير 1997 من السيوف في اسكندريه، ومعروف باسم عفروتو. رابر طالع من اسكندريه، وكالعاده اسكندريه متصدره في حته الرابرز دي. بدأ من الصفر من غير دعم اي حد، من غير استوديو، لحد ما بقى من اهم نجوم الجيل الجديد. عفروتو بدايته مع الراب ما كانتش مع الراب نفسه، كان مع البيت بوكسينج، وكان بيسمع راب من فنانين كتير، وده خلاه يجرب يكتب بنفسه. واكتر حاجه خلته يكمل ان هو اخد 1000 جنيه من البيت بوكسينج، ودي كانت دفعه قويه جدا لعفروتو. ليه اختار اسم عفروتو؟ لانه كان شقي في المدرسه، وفي لاعب اسمه مصطفى عفروتو، فهو كان بيلعب كوره فسموه عفروتو، وخلاص الجمله لزقت فيه، ملهاش علاقه بالراب قوي. عفروتو بدأ الراب من 2014 تقريبا وهو لسه في المدرسه. وقتها الراب في مصر ما كانش منتشر قوي زي دلوقتي، ودخل تيم اسمه احفاد اسكندر، مش مشهورين قوي بس عندهم شغف وسكيلز بسيطه. وفي 2015 ظهر في تحدي 16 بار على الطاير. مين اللي لسه على الخط؟ مين اللي جرى ونط؟ مين اللي فاض نقطه من اول الصف؟ مين اللي قال لا 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 اديله بانش عشان يصدق انا بتنفس تحت الميه وهو تحت بيبقى. دي من اوائل الحاجات اللي خلته يتسمع في سين الاندر جراوند، وكان ساعتها في بيفات دايره في اسكندريه، فعفروتو دخل برضه مع الحاجات دي. مني بتستفيد وفنك هابط زي ريكو يوسف، انت بشيرة افرض خالد ديبو هوبا جون ديسكلين، مش بقول الفاظ حمير، عكسك انت موقفك ضعيف فبتشتم كتير. والمرحله دي كانت اثبات وجود لعفروتو، بيقول انا موجود وبعرف اعمل ده. بس الانطلاقه الحقيقيه كانت في 2017، والفصل الثاني الانطلاقه. التراك ده وحش، ده اسم التراك. دي كانت نقطة التحول بالنسبة لعفروتو. فاكراني وقعت بصوت عالي قالت لي هي، قلت لها انتي بيتش بتشجعي ليه. التراك انتشر بشكل واسع وخلى الناس تحسب عفروتو من السين الجديد. في الفترة دي كان بيطلع مع ويجز، وكانوا يظهروا مع ناس عتاولة في المجال وقدام جدا زي ادهم غوريلا. مانيش بيد وبير يا صاحبي فلسه كونفرجن، خد ده كرابيك انا كل مره لما بيورزيك. وبدأت تتكون ملامح الجيل الجديد: بابلو، ويجز، مروان موسى، وعفروتو. الفصل الثالث النضج. 2018 كانت النقلة بالنسبة لعفروتو. نزل تراك أنا متفائل مع مروان موسى. الفار لو صغير يكون قدك، مفيش مقارنة اسفين، لا ده كده ظلم مسامينا فوق يا زميل، زي سينا كل دول فاشلين. ودي كانت بداية علاقة قوية بينهم هما الاتنين. وأنهى السنة بكليب أحمد على اسم جده. هتقع من على البيت اسندك حتى لو مش بتقول كلام، من بره ريتش نجز كلها شكل ياه. والسنة دي كانت النقلة بالنسبة لعفروتو، من حتة إن هو بيعملها كده في وقت فراغه للشغل الحقيقي. الفصل الرابع الانفجار. 2019 كانت سنة الانتشار بالنسبة لكل الرابرز. عفروتو نزل تراك اسمه الحرب ابتدت. حتى التراك ده كنت بسمعه حتى قبل ما أعرف إن في حاجة اسمها راب أصلا أو عفروتو. رجالة بتروح هنحط لها ميك اب، غيرنا كتير فاشلين فاكرينها ميغا. وبعدها نزل فيتشرز زي مش هقولك بيبي مع ويجز، وده من أحلى الفيتشرات اللي أنا سمعتها في حياتي يا جدعان. طب ليه بتبصلي؟ وخربت مع مروان موسى. في وجودي خربت في وجودي خربت. وفي تراك قوي جدا نزله لوحده اسمه متفقين. عشت سنين من كوسيت بس اتعلمت من كوكين. التراك ده مظلوم جدا يا جدعان. الفصل الخامس التحول. سنة 2020، ودي كانت أهم سنة في كارير عفروتو تقريبا. نزل أول هيت ليه وكانت سيجارة إنتاج مروان موسى. يا دنيا كرهتيني بدل ما في حبك تزيدي. التراك كان ميكس بين الراب والتراب والشعبي، كان حاجة غريبة جدا، والصراحة كان جامد قوي. وبعدها بشوية نزل تراك مظلات مع باتيستوتا. ما شاء الله احنا فوق احنا فريق مظلات. وهنا عفروتو بدأ يثبت نفسه في السين. نزل بعدها انتوا اعدائي، وكان تقريبا مشروع لفيلم بس اتلغى مع وزة منتصر. انتوا اعدائي يا انتوا مين انتوا اعدائي. ونزل برضو واحد من اقوى الفيتشرات مع مروان موسى، تراك على بعضي. ناس بتمثل ناس بتخون وانا مش على بعضي. التراك ده قوي جدا يا جدعان بأمانة. اللي هيكمل بعدي كريم إيهاب. الفصل السادس الانتشار. في 2021 عفروتو بدأ يتعرف اكتر بكتير، وبالذات بعد ما غير ستايله في كليب مش بالحظوظ. في دماغي عصارة اجباري وصلة. والتراك ده يعتبر نقلة في تاريخ عفروتو برضه. وبعدها بيعمل كليب تاني ويفايرال تاني، هو فرق خبرة. انا في كمين اتاري بس طلعوا مغفلين بيداروا حاجة ملثمين. وده يثبت لك انه بقى فاهم السوق ماشي ازاي وفاهم ازاي فايرال. وبعدها نزل ألبوم سان ستيفانو، وده في تراكات زي تيجي جون ومريض وبرازيل.
وبرازيل ده تاني اكتر تراك اتسمع لعفروتو اصلا. برقصة صامبا برازيلي واسمر برقصة الزم صامبا. الصمت وحط مكياج، انا عمك دهب انط في الكاش. وفي النص كده بيعمل تراك لمسلسل توبة بطولة عمرو سعد، هرازيك. انت راضي وانتو اراضي تاخد الطريحة مش خسارة فيك. ناس كتير توقعت عفروتو بعد الجواز مستواه هيقل وهيبطل انتاج، بس هو عمل العكس، مستوى الانتاج عنده زاد ونزل اي بي والبوم. اي بي بلاد اللي هو فيه تراكات زي مطلوب، والبوم افضل اغاني 2024 وده فيه تراكات زي كبده رسمي بيتزم رقص الجن، قطع اخصام وسيح الزبده. اللي كسر الدنيا وبقى اكتر تراك اتسمع لعفروتو. ده يثبت لك ان شعبيته زادت بعد الجواز، ما قلتش. الفصل الثامن هو فول ريل، وبعد ما كبده كانت جايبه 100 مليون ودلوقتي جايبه 120 على فكره، وبعد ما عفروتو كان مكتسح ساعه الكوميرشال، تخيل معايا قرر يسيب كل ده ويعمل تراكات بتوصفه وبتوصف حالته، ويعمل تراكات هو بيحبها وحاسسها، وقرر يرجع احمد القديم. واول تراك هو نزله كاليان بوي، العائله اهم شيء. اتعلمنا لا نتكلم ولا نبوح، من جوه مسجون نتألم بس ولا نقول. وبعدها نزل ايبيهين، ايبي فور ريل اللي فيه تراكات زي ضلمه وتروما. كنت بعمل زي ما الدنيا طالبه، فجأة لقيت الدنيا ضلمه، اكتشفت ان الدنيا ظلمه. تاني ايبي نزله فيلن، وده من اهم تراكاته اريجاتو بالتعاون مع ديزي. شاب اللي كان بيدور بقى في الكهف ومش بيفوق، انتوا اللي دمرتوا قتلتوا اريجاتو. يلا يا جوزيف ربنا معاك. وشكرا كريم إيهاب على وجوده في الفيديو ده معايا. ونخش على الخاتمة، شخصية عفروتو. اللي مميز في عفروتو مش بس المزيكا، على كلامه هو شخص حقيقي ما بيقولش حاجة هو ما عملهاش، ولسه بينزل في الكشك في اسكندرية في السيوف عادي جدا، وبيتعامل مع الناس عادي جدا. وفي نفس الوقت عفروتو بالنسبة لي بيمثل شريحة الشارع، وفي نفس الوقت قدر يوصل للناس كلها. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت على سبوتيفاي ما تنساش تعمل فولو ولو انت على سبوتيفاي ما تنساش تعمل فولو للبودكاست وتدينا تقييم وكومنت.